السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الشنطة الجميلة دي، سهلة وبسيطة وبطريقة سهلة خالص. هنبتدي مع بعض من البداية للنهاية، وحتى لو مبتدئة تقدري تنفذيها معانا. يلا بينا على طريقة العمل ونقول بسم الله. لو أول مرة بتشوفيني، أول مرة تسمعيني، متنسيش تعملي لايك واشتراك للقناة وتقولي لي بتتابعيني من أي بلد. هستخدم معاها خيط كليم، وهستخدم كمان إبرة رقم 8 بالخيط المناسب بتاعها. هاشتغل هنا 15 سلسلة، طبعًا هاسيب كده شوية من الخيط عشان أثبِّت بيهم القاعدة بتاعتي. هاشتغل 15 سلسلة، ولو عايزة المقاس كبير خلاص عرفنا إن إحنا هنعملها 18 سلسلة. هاخد سلسلة ارتفاع وعلى طول هاشتغل في أول غرزة وأدخل فيها وأعمل غرزة حشو. الغرزة اللي بعدها برضه غرز حشو كلها. وبعد كده هاشتغل غرز حشو لحد ما أوصل للغرزة الأولى. وصلت للغرزة الأولى هادخل وأعمل فيها غرزتين، يبقى أنا كمّلت 3 غرز من غرز الحشو. بعد كده بادخل على طول من غير أي قفلات، دي أول غرزة عندي بادخل فيها وأعمل غرزتين حشو جوّه الغرزة. جوّه الغرزة يعني غرزة سنبلة. 1، 2، وده كده أول تزايد عندي. بعد بعد كده هاعمل غرز حشو في كل الغرز اللي جاية. هنا هندخل جوّه الغرزة نفسها، مش غرزة حشو عادية كده، بندخل جوّه الغرزة. وصلت لل3 غرز، هادخل في كل غرزة منهم وأعمل غرزتين حشو تزايد جوّه الغرزة نفسها، في كل واحدة 2. بعد كده هاكمّل الحشو عادي خالص، في كل غرزة غرزة حشو واحدة بس.
وصلت كده للغرزتين الفرديين معايا والغرزة الأولى من الشغل، هابتدي إن أنا أعمل في كل غرزة من الفرد دي غرزتين، يبقى أنا كوّنت 2 و2 4 وكمان عندي 2 يبقوا كده 6 غرز حشو نفس بالضبط الاتجاه التاني. خلاص كده وصلت لأول غرزة من التزايد اللي هي بداية كل سطر، هادخل فيها على طول ومش هاعمل قفلات، وهاعمل غرزة حشو ولكن في الحلقة الخلفية دي، وكمان في الback loop اللي هو بيبقى ورا ملفوف ده، هادخل فيهم وأكوّن غرزة حشو في كل سطر من السطور، هاقلب الشنطة بقى عشان أعمل جسم الشنطة من فوق، هادخل في كل غرزة من غرز الحشو والback loop كده هنا الحلقة الخلفية مع الback loop وأكوّن غرزة حشو، هاكمّلها كده بنفس الشكل ده. طيب أنا هنا دلوقتي الجزء اللي أنا كنت سايباه من الخيط ده، هابتدي إن أنا أشد الخيط ده كده شوية وأقفل الدايرة اللي هنا، وبعد كده هاسحب الخيط من تحت وهاعمل غرزة منزلقة بيه عشان يثبّت لي القاعدة بتاعة الشنطة من تحت. إمم. وعايزة أوضّح حاجة كمان، إن أنا خلاص كده مش هاعمل غرز تزايد تاني، هي قاعدة الشنطة بس التزايد في الجزء ده، مش هاعمل أي تزايد تاني. ده كده الجزء ده مناسب أوي إن يدّيني حجم شنطة آآ كبير ومش صغير. تعالوا نقيسها مع بعض كده. ده مقاس وسط مناسب جدًا معايا للشنطة. هاكمّل بقى بغرز الحشو في كل غرز من الغرز دي دوران بدون أي تزايد علشان أقلب الشنطة زي ما اتفقنا، في الجزئين دول باشغّل غرز التزايد. خلاص وصلت كده لأول غرزة عندي من الغرز اللي اشتغلتها من الحشو تحت، هابتدي بقى إن أنا أكوّن الغرزة بتاعة جسم الشنطة نفسها. الغرزة سهلة وجميلة، واحدة واحدة بس أول جزء ده نركّز فيه، وبعد كده الشنطة كلّها عبارة عن نفس الغرزة بالضبط، تكرار لعدد السطور. هادخل في الغرزة الأولى دي وأسحب من تحت الخيط هنا غرزة حشو عميقة، وبعد كده أنا هنا عملت غرزة حشو عميق، هاسيب الغرزة دي وأدخل في تاني غرزة، وأدخل على طول وأكوّن برضه غرزة حشو عميق أهو. كوّنت 3 حلقات على الإبرة، باخرج من ال3 حلقات، وبادخل تاني وأكرر نفس الغرزة اللي أنا دخلت فيها آخر واحدة، بادخل وأعمل فيها غرزة حشو عادية بس حرف الV اللي هي من قلب الحشو نفسها، من قلب الغرزة نفسها. لازم بادخل في الغرزة دي 3 مرات، أدي مرة دخلت فيها هنا، ومرة كوّنت فيها غرزة حشو سنبلة، والمرة التالتة هادخل فيها حشو عميق أهو، وأسحبها كده، وبعد كده باسيب الغرزة دي وأدخل في اللي بعدها، وأدخل وأعمل حشو عميق. كوّنت 3 غرز على 3 حلقات على الإبرة، باسحب منهم ال3. كده إحنا في غرزة هنا هنعمل فيها برضه 3 مرات، يبقى هادخل عملت مرة، الغرزة ديّة بادخل فيها وأعمل حشو جوّه الغرزة نفسها، وبادخل تاني جوّه الغرزة دي وأعمل حشو عميق. كده خلاص مهمة الغرزة دي خلصت، خدتها كده أدي واحدة، وأدي في النُص أهو، وأدي واحدة تالتة، كده خلصت الجزء بتاع الغرزة دي. بعد كده هاسيب غرزة، لسه عندي حلقتين، إحنا اتفقنا إحنا عايزين 3 حلقات، أدي حلقة والتانية
يبقى أنا عايزة التالتة، بادخل من هنا باسيب غرزة وادخل في تاني غرزة واعمل فيها حشو عميق، باسحب من ال3 حلقات، وكده إحنا لازم نكمل الغرز هنا، سحبنا واحدة هادخل واعمل حشو جوه الغرزة نفسها، وبعد كده بادخل تاني في نفس الغرزة حشو عميق، وبعد كده باكرر أسيب غرزة وادخل في اللي بعدها حشو عميق، يبقى عندي 3 حلقات أخرج منهم ال3 واكون في نفس الغرزة اللي سحبت منها حشو عميق غرزة حشو، وبعد كده حشو عميق تاني، واكرر اسيب غرزة وادخل في اللي بعدها حشو عميق، اسحب من ال3 حلقات حشو جوه الغرزة، حشو عميق تاني في نفس الغرزة، واسيب غرزة وادخل في اللي بعدها. يبقى انا كده كل مرة بكون فيها الغرزة بسيب واحدة وادخل في تاني واحدة اكون فيها 3 غرز، غرزة حشو عميق، غرزة جوه الغرزة نفسها سنبلة، وبعدين غرزة حشو عميق واسيب غرزة وارجع تاني الغرزة اللي بعدها عبارة عن حشو عميق، وبعدين حشو جوه الغرزة، بعدين حشو عميق تاني واسيب غرزة، وهكذا بكمل السطر على نفس الطريقة. سهل قوي، وكمان لو انت حاسة انها مش صعب عليكي ممكن تمسكي الخيط والإبرة تنفذي الكلام واحدة واحدة، هتحسي ان انت شغالة خلاص الغرزة اتحفظت، هي بس تركيزها في الأول. يبقى أنا هنا عندي حلقتين، يبقى أنا هعمل إيه؟ هسيب غرزة وأروح على تاني واحدة، أسحب حشو عميق، كونت ال3 أطلع منه كده، اللي فيها حشو عميق لازم تبقى كاملة، عبارة عن غرزة حشو جوه الغرزة نفسها سنبلة، وأرجع تاني أدخل فيها أسحب وأعمل حشو عميق وأسيب غرزة. خلاص مجرد ما كملت ال3 وقفت خلاص أخد فيها شغل تاني، بسيب غرزة وأروح على اللي بعده، أسحب وأعمل 3 حلقات، يبقى كده كملت الغرزة معايا وأكمل بنفس الطريقة. وصلت بقى لآخر غرزتين عندي في الشغل، هي غرزة واحدة، ولكن إحنا ما ننساش إن إحنا هنا سحبنا من أول غرزة سحبنا منها حشو عميق، ما ننساهاش ونشتغل فيها برضو. طيب هنا هنعمل إيه؟ أنا عندي غرزتين، غرزة هاسيبها خلاص، أنا هنا اشتغلت إيه؟ اشتغلت غرزة الحشو العميق وغرزة هنا وقفلت عليها، والمفروض هاشتغل من نفس المكان تاني حشو عميق أهو، وانقل على الغرزة التانية. طيب هاسيب دي وانقل على الغرزة التانية اللي أنا خدت وبدأت منها أول الدور، هادخل واسحب برضو منها حشو عميق واقفل عليهم ال3، وبعد كده هاخد منها برضو غرزة الحشو السنبلة اهي كده اتكونت معايا السنبلات كلها. بصي شكلها، والمقاس ما شاء الله مش صغير برضو، عايزة اوضح دي عشان احنا لما بدأنا ب15 سلسلة ده كان مقاس وسط، بس ما شاء الله الشنطة بتكبر معاكي لما تشتغليها، والقاعدة عايزة تكبريها زي ما اتفقنا بتزودي عدد من السطور وبتكبر معاكي بتبقى اوسع من كده كمان. تاني سطر بقى هنعمل فيه ايه؟ هنيجي هنا عند الغرز اللي احنا كنا سايبينها دي،
وهاشتغل فيها اللي إحنا كنا بنعمله تحت. يعني إيه؟ هاجي في الغرز الحشو وأعمل فيها ال3 مرات اللي بندخل فيها. يعني إيه؟ يعني أول غرزة حشو عندي دي اللي هي بداية السطر، ممكن تعملي عليها ماركر عشان أنا مش هاعمل أي قفلات في الشنطة خالص، تحددي بيها المكان بس. فهنا هنبدأ إن إحنا نعمل في أول غرزة دي هو الجزء بتاع ال3 بتلات اللي بيخشوا فيهم. يعني إيه؟ هاجي هنا أنا خلاص عملت غرزة حشو عادية، المفروض إن أنا باعمل إيه؟ باكون غرزة حشو عميق أهو، ودي كده أول غرزة عندي. وبعد كده باجي هنا على طول باسيب الجزء ده وبادخل على الجزء بتاع غرزة الحشو اللي إحنا كنا بنكونها تحت، وأدخل فيها وأعمل غرزة حشو عميقة، وكده كونت 3 لازم أقفل عليهم أهم. وبعد كده اتفقنا إن إحنا غرزة الحشو دي هندخل فيها 3 مرات، أدي مرة، فاضل غرزة الحشو نفسها أهي، وبعد كده بادخل فيها كمان مرة حشو عميق، وكونت أول بتلة عندي. بصي 3 مرات أهو في كل غرزة. طب هنروح على فين؟ هنتقل على فين؟ هنتقل على غرزة الحشو دي، هدخل فيها وأعمل حشوة عميقة، حشوة عميقة تحت الغرزة، وأقفل على ال3 حلقات. وبعد كده بدخل هنا وأعمل غرزة تانية عشان أكون غرزة حشو للسطر اللي بعده. وبعد كده هعمل إيه؟ هدخل تاني في الغرزة حشو عميق، وأروح على الغرزة اللي بعدها. هكمل بقية السطور بنفس الطريقة كده لحد ما اخلص الجزء بتاع اللون البيج، واكمل واعمل باللون الابيض بنفس الغرز دي مع بعض. شوف هنعمل ازاي على كام سطر وارجع معاكي. اشتغلت وكملت كده السطور مع بعضها باللون البيج وعملت باللون الابيض. تعالي نشوفها مع بعض كام سنتي. هنا 21 سنتي، تقدري تطوليها او تصغريها زي ما تحبي زي ما اتفقنا. وعملت كام سطر؟ عملت 1 2 3 4 5 بالسطر باللون البيج، وعملت 1 2 3 4 5 6 7 8 9 باللون الابيض. ودلوقتي هنعمل مع بعض اليد. هشتغل الايد بتاعة الشنطة، فهنعمل هنا 30 سلسلة. تقدري تعمليها اصغر او اكبر على حسب المقاس اللي انت عايزاه. هنقيس مع بعض برضو ونشوف 30 سلسلة دول هيكونوني الدراع يبقى كام سنتي.
دول 30 سلسلة. هشتغل في أول غرزة عندي هنا من الظهر في الجزء ده غرزة منزلقة في كل الغرز، منزلقة في الظهر كده من ورا. هرتفع سلسلة وألف الشغل، وفي الجزء بتاع الحلقة الخلفية دي هشتغل على طول غرزة سلسلة، غرزة منزلقة. هكمل واعمل سلسلة واعمل كمان سطر من غرز المنزلقة الشكل ده كده. عايزة تخليها أعرض من كده بتكملي برضو كمان سطر أو سطرين، لو عايزاها مش تخينة قوي بتخليها كفاية 3 سطور من المنزلقة. تعالي نشوفوها مع بعض طلعت كام سنتي. 30 سنتي، 30 غرزة عملولي 30 سنتي. العرض بتاعها 3 سنتي. هركب فيها الحلقات سهلة الفتح وهنهي الشغل هنا واركبها في الشنطة. وده كان شكل الشنطة بتاعتنا النهاردة. ولو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تصلي على النبي وتقولي لي رأيك في الشنطة ايه، وتسيبي لي كومنت تقولي لي بتتابعيني من اي بلد.